الحمد لله الوزن ديالي بدا كينقص. السلام عليكم، معكم نبيله العمراني. انا المعاناه ديالي اللي دازت عليا فريمون هو السمنه الزائده، لانني وصلت واحد الوقيته بقيت كنغلط بزاف. حاجه اخرى اضطراب في النوم، كنحس بالالم في المفاصل، يعني حرقه المعده، كان عندي كل شيء مخربق فريمون. معاناه دوزتها، وبيان سور لا طونسيون اللي انا كنعاني منها 19 عام وانا كناخذ الدواء ديال لا طونسيون، وما قدرش نقدر ندير لا ريجيم لا والو. وحتى ملي كنبغي ندير ريجيم دغيا كنعيا، كندير سيمانه جوج ودغيا كنعيا. ما نكذبش على الله، جربت بزاف ديال لي بروغرام، جربت بزاف ديال الماركات اللي معروفين بلا ما نقدر نقول السميه ديالهم، ولكن ما عطاش نتيجه. واخا كنضعف اون فوا كنحبس كنرجع في الوزن، كنرجع بكثر. فصافي فقدت الامل في كل شيء، وبديت كنحاول نتقبل راسي، واخا غير كنت كنكذب على راسي ما تقبلتوش. ولكن هذه دابا 5 شهور ماما هي اللي طاحت في واحد لو لايف ديال الكوتش وصفطاتو ليا، وبقيت كنتفرج في الاول ما اقتنعتش صراحه، وقلت غيكونوا بحال لي بروغرام اللي انا دوزت. فماما ديما كانت كتقول لي عطي فرصه اخيره لراسك، راه هاد لي بروغرام راه كنسمع عليه بزاف وكل شيء، وتبعت يعني لايفات كثيره باش قدرت نقتنع من بعد 5 شهور ديال وانا غير كنتصنت على الشهادات ديال الناس اللي براو حتى هما ونقصوا الوزن. فقلت علاش لا نعطي فرصه لراسي، وهنا لقيت الحل. هنا فاش انا ارتحت. فانا ملي خديت لو بروغرام وتواصلت مع الكوتش وبديت الحمد لله في السيمانه الاولى الانرجي لقيت عليها، يعني لقيت واحد الانرجي اللي كنت فاقداها سنين. انا ديما كنحس بالعيا، ديما كنحس بلا فاتيك، ديما كنحس حتى حاجه بقات عجباني. رجعت الحياه كتعجبني، رجعت كنحس براسي ناشطه، كنفيق فرحانه. حاجه اخرى عطاني نقص الشهيه، وليت كنحس براسي شبعانه. ملي كنشرب الأونيمات الباك فيلتريت العجيب، كنشرب الأونيمات راه صافي ما بقاش عندي ديك الشهيه محلوله. سليم عاوني حتى هو على الامعاء. خديت تقريبا، انا خديت لو باك كامل، البروغرام كامل، بقيت كناخذ يعني من بعد كملت 3 سيمانات الحمد لله الوزن ديالي بدا كينقص مع الصيام المتقطع بيان سور، وبقيت غاده بشويه حتى لقيت الحل. في الشهر الاول طيحت 5 كيلو، الشهر الثاني 5 كيلو وشي حاجه شي 300 هكا، ومن بعد بقيت في هذا توصلت انا دابا في الباك السادس الحمد لله. دابا 20 كيلو اللي طيحت، لانني ما كنتش بحال هكا. الحمد لله دابا انا مرتاحه ومازال مستمره، لانني عندي البوا، يعني مازال خاصني نزيد نطيح. واخا طيحت 20 كيلو ولكن طيحتها بطريقه سهله وطريقه بدون حرمان. كناكل الحمد لله، كناكل ماكله صحيه مع صيام متقطع. لو بروغرام كيعطيني فيتامينات اللي عاوني باش نقدر نصبر على صيام متقطع، عاوني باش نقدر نصبر على معليش نقول الجوع، حيت الجوع اصلا ما كنحسش به. وهذه هي النقطه اللي حنا الناس اللي غلاض اللي ما كنقدروش عليها. فالحمد لله مع هذا البروغرام العجيب اللي انا ما كذبش على الله كنت شاكه فيه، ولكن ملي خديته عجبني الحال بزاف وفرحت به. ودابا الان كنصح به الناس كاملين، الناس اللي عندهم لو بوا، الناس اللي عندهم حرقه المعده، لا طونسيون اللي انا تعالجت منها، ما بقيتش كناخذ الدواء ديال لا طونسيون. انا الحمد لله خديته على الوزن، عالج لي بزاف ديال الحوايج اللي انا ما كنتش ظناها انها غادي تعالج، وفرحت بالنتيجه بزاف لان ما كنتش كنتظر هذه النتيجه كلها. فلو بروغرام فيلغريت كنصح به الناس ما تعطلوش كيف تعطلت انا خديت الوقت 5 شهور عاد خديته، ولكن نتوما حاولوا تثقوا فيا لان لو بروغرام زوين. عمري ما كنت كنتسنى انني غادي نطيح 20 كيلو، والحمد لله كنطيحها وانا مرتاحه. وملي كتطيحها كتبقى في لو بوا ديالك، كيبقى الوجه ديالك زوين، ما كاينش ترهلات، ما كاينش شي حاجه اللي ما يعني كيبقى الجسم ديالك بحال كدير تكميم المعده، كيتنحت الجسم ديالك وكيولي عاجبك راسك. فهذا الميساج ديالي ماشي غير العيالات، راه حتى الرجال، حتى الوليدات الصغار، الناس اللي مرض بالسمنه، لا طونسيون، والناس اللي عندهم امراض اخرى، لان تلاقيت بهم هنا في الشركه عندهم الغده الدرقيه وعندهم بزاف ديال الامراض كالسكري اول وثاني، بزاف ديال الامراض اللي الميتابوليزم ديالك كيتقاد مع هذا البروغرام. فالحمد لله انا فرحانه بزاف، وكنتمنى نتوما تكونوا فرحانين نهار تاخذوا لو بروغرام. واللي بغاه يتواصل معايا ان شاء الله، وغادي نعطيه لو بروغرام ونعطيه منين ياخذوا، وكيف كنبغيو الخير لينا كنبغيه لكم نتوما.